تحياتي. نقدم لكم تحليلا عن التطورات الأخيرة. نجح نتنياهو بالالتفاف على مفاوضات باكستان عبر رده المتأخر 40 يوما على ما طرحته الحكومة اللبنانية من تنازلات تبدأ بالتفاوض المباشر. 40 يوما ارتكبت فيها إسرائيل مئات المجازر وقتلت الآلاف من اللبنانيين المدنيين ودمرت ما دمرت في الجنوب وبيروت وبعض القرى اللبنانية والمناطق اللبنانية. أما ما أعلنه نتنياهو اليوم هو ليس حبا بلبنان ولا احتراما لحكومته، بل إنه بموقفه هذا يوفر للأمريكي حجة مدعومة من السلطة ليقول للإيراني في مفاوضات باكستان أن هناك مسار تفاوضي بين لبنان وإسرائيل، ولا حاجة في أن يكون لبنان ضمن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الخطة أمريكية إسرائيلية محكومة بإتقان، تقوم على تفاوض تحت النار وتهرب من الالتزام بشرط وقف إطلاق النار الذي تتبناه طهران بشأن لبنان وتربط به كل مفاوضاتها مع واشنطن. فإذا لم ترفض حكومة عون سلام شرط التفاوض تحت النار سيحملها مسؤولية دماء كل ضحية لبنانية تسقط، بعد أن ألقت هذه الحكومة طوق النجاة لنتنياهو حتى يتنصل من الالتزام بوقف إطلاق نار فعلي، ربطا بوقف إطلاق النار في إيران. لقد قبل نتنياهو بالتفاوض على أساس أن تكون نتيجته نزع سلاح حزب الله، ما يعني أنه حدد النتيجة مسبقا ويلقي في وجه الحكومة اللبنانية ما فشل هو وجيشه عن تحقيقه في حربين متتاليتين. وهذه وصفة جاهزة للفتنة بين اللبنانيين، والتي طالما سعى العدو إلى تحقيقها منذ سنوات. باختصار، إن إصرار حكومة عون سلام على استجداء التفاوض تحت النار ووفر فرصة لنتنياهو لمواجهة الضغوط التي كانت ستلزمه بوقف النار الإقليمي، ومنحته المزيد من الوقت لقتل المزيد من اللبنانيين والتدمير كما واحتلال المزيد من أرضهم. وإلى كل ذلك قررت الحكومة الذهاب إلى التفاوض عارية من أي قوة، بعد أن اعتبرت المقاومة خارجة على القانون، والأدهى من ذلك أنها تبرعت بنزع سلاح المقاومة وفعل ما فشلت إسرائيل عن فعله.